صباح السعادة والسكر الزيادة. أنا هنا في وصفات الغلابة جايالك بقى من الزمن الجميل. هنقدم مع بعض وصفات سهلة جدا يا بنات، وصفات اقتصادية وعلى قد الإيه. وصفة النهاردة يا بنات تتاكل سخنة أو تتاكل برد يعني كده حلا ساخن أو حلا بارد. مش قلتلكم هبهركم؟ يعني هبهركم. الحلو ده مكوناته سهلة جدا وبسيطة، موجودة في كل بيت. طبعا عارفين ابو مخ خفيف شغال اليومين دول، امشير بقى شغال يا بنات، ودرجة الحرارة بتوصل ل8. فيا بنات هنعمل مع بعض النهاردة الحلو ده، وممكن تاكلوه ساخن كده يدفي الاولاد وبيديهم طاقة هايلة. ممكن تزينيه بمكسرات او تقدميه عادي كده من غير اي حاجة. ندخل على مطبخنا المتواضع ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجة بقى يا حبايبي الغاليين، زي ما انتم شايفين معايا هنا كوباية ونص من الشعرية، معلقتين يا بنات من الزبدة. وهنا الزبدة يا بنات بتدي طعم هايل. معاه بقى هنا يا بنات كوبايتين من المية العادية خالص من الحنفية، نص كوباية من السكر، معلقتين من الكاسترد، معلقتين من الكريم شانتيه، كيلو من الحليب العادي يا بنات، عادي خالص يا بنات بدرجة حرارة المطبخ. ودي بقى كانت المقادير بتاعتنا يا بنات. تقدري تستخدمي فانيليا لو موجودة عندك. أول حاجة يا بنات بقى جبت حلتي الجميلة اللي انتوا شايفينها دي وبدأت أرفعها على النار. حطيت فيها بقى مكعب الزبدة زي ما انتوا شايفين، وهبدأ كده بقى التقليب المستمر لحد ما الشعرية توصل للون موحد. أهم حاجة يا بنات الشعرية تاخد اللون الموحد بشكل متساوي. أول حاجة طبعا الشعرية بتتغلف بالمادة الدهنية، وبعد كده بتبدأ تاخد درجة اللون، فإيدك على طول تبقى فيه. حلة تانية على النار ممكن تستغنى عن الخطوة دي، اللي هي ايه هقولك عليه. على البارد كده يا بنات بنزل بمعلقتين الكريم شانتيه وعليهم معلقتين الكاسترد مع التقليب المستمر. ممكن ان احنا نرفعهم على النار زي ما انا هرفعهم على النار، وممكن ان احنا هقولك بقى الخطوة الجاية نعمل بيهم ايه. الشعرية يا بنات بتتحمر على النار بالشكل اللي انت شايفاه. وهنا طريقة تحمير الشعرية يا بنات طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. اما بقى عن الحليب فبرضو ايدي كده فيه وهو على النار عشان ما يعملش معانا اي تكتلات. باقي معانا هنا على الرخامة ايه كوبايتين المية ومعاهم السكر. الشعرية بقى تاخد معانا اللون، والحليب بدأ ياخد معانا التسوية الهايلة يا بنات. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، ده لون تحمير الشعرية، اللون المطلوب يا بنات اللي انا عاوزاه. حاول اللون يكون موحد وما تحاوليش الشعرية تكون غامقة معاك. وزي ما انتوا شايفين الحليب هنا يا بنات برضو بياخد التسوية زي ما انت شايفة على النار. بعد ما الشعرية اخدت معانا اللون الموحد الهايل اللي انت شايفاه، زي ما قلتلك ايدك تبقى في الشعرية، هنزل على طول بكوبايتين المية يا بنات، كوبايتين مية عادية خالص من الحنفية، يا دوب كده تغطي بيهم الشعرية، وانزل بالسكر. وهنا يا بنات السكر على حسب رغبتك الشخصية، ممكن نستبدل السكر بعسل ابيض مفيش مشكلة، هتبقى صحية وطعمها احلى كمان. اسيب بقى يا بنات الشعرية على النار لمدة 10 دقايق كده بالتقريب، وفي نفس الوقت ايدي برضو في الحليب. خلاص يعتبر الحليب استوى معانا، والشعرية اللهم بارك استوت خلاص وبقت تمام التمام، تشربت كل السوائل اللي كان فيه، والسكر بتاعها يا بنات هايل ومظبوط. في المرحلة دي ممكن تضيفي شوية مية عادي خالص من الحنفية، وتزودي شوية من الفانيليا وتقدميها لولادك شعرية بسكر بتكون هايل. طيب انا هنا يا بنات ممكن استغنى عن الخطوة بتاعت ان ايه رفعت الحليب مع النشا مع الكاسترد والكريم شانتيه على النار، وممكن ان انا انزل بيهم على طول كده على الشعرية من غير ما ارفع الحليب على النار خالص. بس انا هنا حبيت ان اقصر المسافات شوية، او ايه كنت مستعجلة بصراحة على الشغل، فقلت ايه انجز وقت معايا. اللهم بارك الحليب استوى، او المهلبية الخفيفة كانت مستوية معانا، والشعرية اللهم بارك طبعا برضو كانت مستوية وخدت اللون المظبوط، والسكر بتاعها مظبوط. مجرد ما احس يا بنات ان الشعرية بدأت تطفو على الوش كده وتاخد بقتين كده، تبقبق كده يا دوب، اضيف الفانيليا يا بنات في المرحلة دي. وهنا بقى بحاول ان انا ادوق طعم الوصفة بتاعتي، حسيت ان السكر بتاعها مظبوط خلاص. طيب لو حاسه ان السكر بتاعها قليل ممكن ان انا اضيف شويه من السكر. طبعا الموضوع ده بيكون على حسب رغبتك الشخصيه. السكر يا بنات على حسب التحليه وعلى حسب ذوقك انت الشخصي.
بعد كده بقى هجيب الاطباق بتاعتي وهبدا اغرف بالشكل اللي حضراتكم شايفين بقى، اللهم بارك. الكميه رمت معانا كميه حلوه قوي محترم. زي ما قلنا الوصفه دي ممكن تتقدم سخنه وتتاكل بألف هنا، تدي طاقه باور حلو قوي لاولادنا. حاجه كده بديل للرز بلبن، موفره طبعا واقتصاديه. لو عجبتكم الوصفه ان شاء الله لازم اقول لكم على حكايه الام والشعريه، قصه واقعيه يا بنات لام مصريه. ممكن بقى يا بنات في المرحلة دي نزينها بجوزة الهند، هنزينها بكرز، زينيها بفواكه مسكرة، زينيها بفراولة أو أي حاجة عندك، مانجا، موز، أي مكسرات موجودة عندك حتى لو كانت سوداني، بتدي طعم وبتدي قيمة غذائية عالية. خلصت وصفتنا. لو أول مرة تشوفيني وصلت لحد هنا وشايفة ان الفيديو بجد يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو كده منك، كومنتك الجميل اللي تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى ايه الوصفات اللي تحبي او حبيتي ان احنا نقدمها لك. في نهاية الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض